جيرالدو إلى قائمة الانتظار، وولتر بواليا مكانه تعرف على التفاصيل. رسميا قرر النادي الأهلي تحويل جيرالدو من لاعب كرة قدم إلى موظف في النادي الأهلي. النادي الأهلي سينقل الأنجولي جيرالدو على قائمة الانتظار، وهذا يعني اللاعب لن يشارك في أي مباراة مع النادي الأهلي حتى انتهاء الموسم الحالي. يوميا سيذهب للنادي فقط يتمرن ويعود إلى منزله. سيحصل أيضا الأنجولي جيرالدو على قيمة 50% فقط من عقده، لأن 50% المتبقية الأخرى متعلقة بنسبة المشاركة، وبما أنه لن يشارك مع الفريق وبالتالي سيحصل فقط على 50% من قيمة عقده هذا الموسم على شكل مرتب شهري، وكأنه موظف يذهب كل يوم للنادي يتمرن ويعود فقط لمنزله. وبالتالي جيرالدو وقتها سيضطر للموافقة على أي عرض للرحيل عن الأهلي، أو يوافق على هذا الحال ويستمر مع الأهلي فقط يتمرن دون أن يشارك في أي مباراة.